الغضب كلنا بنحس بيه، بس المشكلة مش في الغضب، المشكلة في اللي بنعمله واحنا غضبانين. يعني ممكن تعمل حاجات تندم عليها بعدين، او تخسر ناس حواليك، او تفتكر ان انت بتاخد حق. النهارده خلونا نفهم ازاي نتحكم في الغضب بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا. اول حاجة افهم نفسك واعرف مين اللي بيخليك غضبان. اللي يعرف سبب غضبه يقدر يتحكم فيه. اسأل نفسك انا ايه اللي مضايقني، ولو عرفت السبب هتعرف تحل المشكلة. وفي ناس كده موهبتها في الحياة ان هي تضايقك، او باختصار كده تستفزك. وزي ما بيقولك على رأي المثل، الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. يعني ببساطة لو شخص معين مضايقك او هيخليك تغضب، ابعد عنه، تجنبه، شيله من حياتك يا سيدي. تاني حاجة، خدها بروح رياضية وعديها. والغضب عمره ما رجع حق ولا حل مشكلة، بل بالعكس ممكن الدنيا تخرب اكتر. تالت حاجة، العبها بذكاء وخليك مكار. عارف المثل اللي بيقولك اللي ما تقدرش عليه طنشه؟ ايوه طنشه. يعني لو حد بيحاول يستفزك، بدل ما تغضب وتتضايق اضحك في وشه وضايقه ببرودة. دي اكتر حاجة ممكن تقهر اللي قدامك عن تجربة. وفي نفس الوقت بدل الغضب بهدوء. في مثل جميل كده بيقولك اللي ما يقدرش يطول العنب بيقول عليه حامض. بدل ما تغضب ابتسم، قول ماشي يا دنيا نقوى منك. رابع حاجة بقى، استغل الغضب في حاجات مفيدة. ايه يا سيدي الكلام ده؟ بدل ما تضيع طاقتك ووقتك في الغضب، حاول تستغل طاقتك دي في حاجة تانية. يعني حاول مثلا تروح جيم، انزل الشغل، جيب ورقة وقلم واكتب كل اللي نفسك فيه، اللي مضايقك واللي بسطك. ساعتها ممكن تجيب افكار جديدة وافكار حلوة تخلي حياتك احسن. خامس حاجة وحاجة مهمة، حاول تضحك. انا كل الناس والله بتحاول تقول لي حاول تضحك. الضحك بيهدي النفوس. سادس حاجة، ودي المفروض تكون أول حاجة وأنا سايبها في الآخر عشان أركز عليها، إنك تذكر الله. حاول تذكر الله في كل وقت، وخاصة وقت الغضب. ساعتها صدقني هتستريح جدا. وفي الآخر إن الغضب ده مش هيختفي من حياتنا، لازم تكون عارف كده. بس إحنا ممكن نتعلم إزاي نتحكم في غضبنا. التحكم في الغضب ده قرار. لو اخترت تكون هادي، حياتك هتبقى أبسط وأسهل. كل ما تحس إن أنت هتنفجر، افتكر إن الهدوء مفتاح الراحة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لنا إيه أكتر حاجة بتخليك غضبان، ويا ترى بتتصرف فيها ازاي. سلامات.